صار لأهل السلطنة في هذا الشوط. تهانينا لمالك شهرة سهيل بن مبارك بن عامر الحبسي. ها هي أمامكم أثناء وصولها إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس 7 دقائق 50 ثانية و4 من الأجزاء. تهانينا لسهيل بن مبارك بن عامر الحبسي على هذا الفوز، ومشكور بالفعل الشاعر على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني 7 دقائق 51 ثانية 3 من الأجزاء. منتت مشاهدينا الكرام اللي هي العنود علي بن مهدي العامر اليامي. المركز الثالث 7 دقائق 51 ثانية 9 من الأجزاء. تهانينا لمالك المايدية حمد بن ضعيف بن حمد بن غدير الكتبي. الانطلاق متواصل مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام في هذا المسار والانطلاق. اذا مشاهدينا الاعزاء مباشره مع الصداره مع المركز الاول من ياتينا في هو الغزال للسيد عبيد بن سالم بوظفيره العامري في صداره الشوط، ولكن التغيير جرى وطرى هناك من خلال تواجد سراب ليابر بن محمد بن عايض الاحبابي اللي غير في مقدمة الشوط النقلة مع مياس سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع الوصول من صغان مسلم بن صقوح العامري، والمركز الخامس وصل له شاهين صقر بن فلاج الكتبي في خامس المراكز. والمركز السادس الواصل هو سلهود عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري على سادس المراكز. والمركز السابع المنطلق هناك هملول علي بن مهدي العامر اليامي يتواجد مع هملول، بينما المركز الثامن مشكور لسهيل بن احمد بن خادم الرميثي. والمركز التاسع وصل في هذه اللحظات اللي هو شاهين حمد بن علي بن سالم الربيعي. والمركز العاشر دخول من شاهين حمد بن محمد بن سعيد الظاهري. هكذا اذا النتيجه مشاهدينا ومتابعينا الكرام، النتيجة ايضا للعشر المراكز الاولى، العشر المراكز المتقدمة في هذا الشوط والمنطلقة من خلال التنافس في شوط القعدان المحليات الاصائل وشوطنا الخامس عشر، ليتبقى لدينا شوطين والخاصات بالابكار المحليات وايضا الابكار المهجنات في سن الايداع. التواصل مستمر مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، واعود الى الصداره من غير شاهين صقر بن فلاج الكتبي اللي غير على الصداره على المركز الاول، بينما المركز الثاني هناك اللي هو الغزال عبيد بن سالم بوظفيره العامري يتواجد هناك في المركز الثاني راعي دابان. المركز الثالث سراب يابر بن محمد بن عايض الاحبابي. والمركز الرابع وصل مياس لسعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي. والمركز الخامس الدخول في هذه اللحظات من صغان مسلم بن صقوح العامري. والمركز السادس الوصول من سلهود عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري على سادس المراكز، بينما المركز السابع الواصل في هذه اللحظات على سابع المراكز اللي هو وصل مشكور سهيل بن احمد بن خادم الرميثي. والمركز الثامن
يصل شاهين محمد بن علي بن سالم المنصوري، هنا يصل في هذه اللحظات. والمركز التاسع سلهود لحمد بن راشد بن نايع الغفلي، وعاشرا شاهين لحمد بن محمد بن سعيد الظاهري. هذه هي النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة. أعود إلى الصدارة، ولكن أذكر بانطلاقة المساء في تمام الساعة الثالثة من ظهيرة هذا اليوم، والخاصة بهجن أصحاب السمو والشيوخ. الساعة الثالثة من ظهيرة هذا اليوم، ولكن الصدارة هناك مع سلهود. عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري على صدارة، يقدم سلهود في هذا المسار والانطلاق هناك مع سلهود، ومع الانطلاق والمسار الأول ما شاء الله. بينما هنا يأتي شاهين في ثاني المراكز. صقر بن فلاج الكتبي يتواجد، هذا شعار مرمرة يتواجد هنا في هذا الانطلاق والمسار على ثاني المراكز. مشاهدين الاعزاء متابعينا الكرام، بينما المركز الثالث الوصول من سراب يابر بن محمد بن عايض الاحبابي. وصل ابو ظفيره، وصل ابو ظفيره ليقدم الغزال عبيد بن سالم ابو ظفيره العامري. غير الى المركز الثاني، وانتقل ايضا الى الكيلومتر الاخير. المركز الخامس هناك صغار مسلم وصقوح العامري، ولكن وصل الربيعي مع شاهين محمد بن علي بن سالم الربيعي. يقدم شاهين في هذه اللحظات مشاهدين الاعزاء متابعينا الكرام. اعود الى مقدمة الشوط، اعود الى الصدارة، اعود الى المركز الاول سلهود عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري على صدارة الشوط بدون اي اوامر، بدون اي اوامر تذكر على الصدارة على المركز الاول. ولكن تحرك اللي هو وصل الغزال عبيد بن سالم ابو ظفيره العامري، وشاهين محمد بن علي بن سالم الربيعي على ثالث المراكز. ينتقل الى المركز الثالث وعينا الى مقدمة الشوط. بدأت الاسماء، ولكن اعود الصدارة وين؟ الانتقال وين؟ ما زال هناك سلهود عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري باحث عن النقطة الثانية، باحث عن النقطة الثانية مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام في هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله، هناك الصدارة والمقدمة مع سلهود في هذا. ايضا من قدم لنا مصدع، يقدم سلهود في هذه الصدارة ما شاء الله تبارك الله. المركز الثاني هناك ياتينا شاهين محمد بن علي بن سالم الربيعة، ولكن الكتبي وصل مع شاهين. صقر بن فلاج الكتبي. الله 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 الله، غير ولكن سلهود، ولكن الكتبي غير. تهانينا والناموس لصقر بن فلاج الكتبي على فوز شاهين بالمركز الاول. ثانيا سلهود لعيد بن عبد الله بن عيد المنصوري. والمركز الثالث شاهين محمد بن علي بن سالم الربيع. والمركز الرابع وصل شاهين حمد بن محمد بن سعيد الظاهري. المركز الخامس وصل مياس سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي. نعود بالتوقيت الزمني لدى وصول شاهين للسيد صقر بن فلاج الكتبي 7 دقائق 56 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس. المركز الثاني سلهود لسيد عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري، قطع مسافة السباق في 7 دقائق 56 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس. المركز الثالث الوصول على ثالث المراكز من شاهين 7 دقائق 57 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن علي بن سالم الربيعي.